بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة مع المهرجاني، وهيكلمنا عن أحكام الصيام عند الرافضة. طبعا هذا البرنامج كما وضحت سابقا أنه يعني يطرح شبهات أو يطرح الكلام بتاع الرافضة بس بأسلوب كوميدي، أسلوب ساخر، ويرد على هذه الشبهات أيضا بأسلوب ساخر. فهو برنامج أنا في وجهة نظري برنامج مهم جدا جدا ومفيد جدا جدا لطرح الشبهات والرد عليها كمان بطريقة سهلة، فيها ضحك، فيها فهم يعني قريب للمستمع. خلينا نبدأ كده مع محمد الأضرعي، الفنان المحترم محمد الأضرعي، وكذلك زكريا الربع، الفنان زكريا الربع. نبدأ على بركة الله. هيا بنا. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج الهجيج. نستضيف ضيفنا الدائم في هذا البرنامج آية الله أكبر معرجاني. مرحبا بك مولانا. السيد أكبر معرجاني، مرحبا بك. الله يسلمك ويحفظك الله الله الله. 3 مرات. ما أحلى هذا اللقاء وما أحلى هذه النفحات. عندما جاء رجل إلى سيدي فقال له: يا سيدك من؟ الإمام ابن الإمام كما جاء في الذكر. وكان كلما ايش فيك؟ فارس. علاش تبكي انت؟ الإمام. ايوه، من فيها الإمام؟ ايش دخلك انت؟ هل انت مطلع على ما في قلبي؟ انا احييك رغم هذا دليل على الإيمان. وانا انصح شباب الأمة ان يكونوا مثل هذا الفتى النافع اليافع الذي جاء من جلافع ولا هو خافع ولا هو رافع. هذا إذا ذكر الإمام اشتدت وزرته وبانت هجدته وتحللت وجلته، وكان كما قال المثل: جرد برد هرد حرد. سيحشر إن شاء الله وسيكون من خدام الإمام إن شاء الله. قل آمين يا ولدي. سأدعي لك. قرب راسك. حنج منج هلايل دقق. تفضل. اسعدك الله. انت شرفك الله بهذا الدعاء. لم يذكر ان اماما دعا لأحد. هل انت من اهل البيت؟ طبعا لا. ايوه، لذلك تحمد الله وتشكر انه لامس راسك يدا منه. سأحتفظ برأسي. احتفظ هل تعلم ان يدي لمست القبر 3700 مرة؟ تفضل. ما هو برنامجنا لهذا اليوم؟ نتحدث اليوم عن الصيام. صيام. نعم. هنا جاء في الأثر أنه كما يتكلم أنه صوموا لرؤيته. أيوة. النواصب يفهمونه خطأ. النواصب دول اللي هم أهل السنة، اللي هو إحنا يعني عندهم نواصب يعني، ومعنى نواصب أي ناصبوا أهل البيت العداء، وهذا كذب محض له قرنان. بل أهل السنة والجماعة يحبون آل البيت أكثر مما يحبهم، لا يحبهم أحد أكثر من أهل البيت، أكثر من أهل السنة أصلا أساسا. يعني هم يكرهونهم، يعني هم يذمونهم في كتبهم. ولو حابب أنك أنت تتأكد من الكلام بتاعي، شوف كتب السير بتاعت أهل السنة والجماعة، شوف كتب الأحاديث، مناقب علي بن أبي طالب، مناقب الحسن، مناقب الحسين رضي الله عنه، مناقب فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام. لا يعني شوف انت الأحاديث التي ذكرها أهل السنة عنهم، عن مناقب آل البيت، أكثر بكثير جدا مما يذكرون هؤلاء الذين يدعون حب آل البيت ويحاربون أهل السنة بحجة حبهم لأهل البيت وأنهم يعني شيعة أهل البيت. والحقيقة نحن أهل السنة شيعة أهل البيت وشيعة الصحابة، نحن كلهم عندنا سواء
لا فضل إلا الذي فضله الله، ولا فضل إلا بالأسبقية بالهجرة يعني بما قدم للإسلام وللمسلمين. تعالوا نشوف هيتكلم ازاي عن الصيام. ما هو رؤية؟ هم يقولون رؤية الهلال، ولكننا نصوم لرؤيته من؟ الإمام. رؤية الإمام. الإمام هو المولى والمخصص برؤية الهلال. وأبشرك السنة التي ستأتي لن يكون هناك رمضان. لماذا؟ لأن الإمام لن يستطيع أن يرى الهلال. أين الإمام وكيف؟ يعني احنا طبعا انا مش هتكلم عن احكام طبعا رمضان، يعني شهر رمضان يعني قريبا، يعني صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. هذا الموضوع ان يكون اللي يرى الهلال يكون ثقة، ما يكونش كذاب، الى اخر هذه الاحكام ممكن ترجعوا لها. لكن هم يقول لك لازم الامام هو الذي يرى الهلال. طب لو حد شافه غير الامام لا ما ينفعش. خلينا نكمل. شوف الإمام طبعا لدينا إمام يرى الهلال، إذا لم يراه فلا صوم لنا. الأمة بعد الإمام إذا قال فهو المخول أصلا. عايزين نسأل هنا، طب لو الإمام ما شافش الهلال مفيش صيام؟ مفيش شهر رمضان ولا إيه الحكاية؟ خلينا نكمل معاه. في صلاة أو صيام أو زكاة أو جماعة أو ماتين، نعم كل شيء، حتى دناتين أو سماتين كلها من الإمام قدس الله سره. طيب السؤال الذي يتكرر كل عام، المداعبة. لا، المداعبة هذه دائما نسمعها. هل هنا يجوز أو لا لك رأي؟ اقلب أنت قلت هناك رأي ثاني. نعم أنا أتحدث عن الرخص. الرخص الذي لا يريد أن يصوم. سواقة. لا يرخص القيادة والسواقة. الرخص الذي لا يريد أن يصوم، هل لديه عذر؟ نعم، الذي لا يريد الصيام كما جاء في كتاب المفلطحات للشرهج بن دمرهج أنه عليه لعنة الله. أقصد عليه الذي أيش لا يريد أن يصوم. لا يريد. هل لديه لا يستطيع لا يستطيع الاستطاعة. نعم، هي أن تسافر. سافر أي قرية جنبك، أي بلد جنبك، يعني 35 كيلو، امشي بالسيارة 35 كيلو، اذهب إلى هناك وارجع وخلاص. مفطر، افطر جائز بائز. هذا من طبعا ده يا جماعة من التحايل على الصيام. هم يقولوا مثلا انت مش عايز تصوم، او مش معناه يعني مش عايز تصوم او مش قادر تصوم. طب ايه؟ لا طب هتعمل ايه؟ قال لك المسافر له رخصة خلاص. فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. هو يقول لك ايه؟ تحايل زي بني اسرائيل كده لما كانوا يتحايلون على الصيد. كان ربنا حرم عليهم الصيد يوم السبت، فكانوا يجي يوم السبت يحطوا الشبك بس ما يصطادوش، ويسيبوه ايه يوم الحد بقى ايه يلموا السمك. طيب ما هو انت اصلا انت حجزت السمك ده يوم السبت اصلا اللي هو محرم فيه، فده تحايل. يعني يقول لك سافر السياره يمشي 35 كيلو، مع انه يعني الشرعي تقريبا 80 كيلو، يعني ما نسافر اكثر من 80 كيلو يعني بيكون يعني يجوز له أن يفطر يعني، ولكن يقضي هذا الصيام، يعني يقضي هذا اليوم بعد كده بعد رمضان. المشكلة لك يعني أنت كده هتقضيه. طيب فهو بيقول لك أنت عايز تتحايل، يلا اعمل نفسك مسافر، روح سافر امشي 35 كيلو وارجع تاني يبقى أنت تفطر. فهذا سبحان الله يعني فتاوى غريبة جدا جدا. متشددين فقط، كحالة التشدد فقط. إذني أوجعتني من هذا، كما جاء في الذكر أن من أوجعته إذنه من هذا فإنه سواسو. والله ما لي اضرب حاجة ثانية. كما ذكرت أنه يسافر، فإذا لم يستطع السفر فعليه أن يركب مطر،
شنو الموتور؟ وضح. دباب الصغير. نعم. ويذهب إلى أي يعني باللغة عندنا في مصر الموتوسيكل أو الدراجة البخارية كمصطلح يعني عام يفهمه المصري واليمني كده يعني. جولة إذا كان هناك مثلا حظر تجوال مثلا أو حرب كما أو عدوان كما أي شيء، اذهب إلى أقرب جولة ولف ودور بالمطر 35 كيلو في نفس الجولة. أو يعني طيب أنت ما تقدرش تسافر بره يعني 35 كيلو دول ما تقدرش تسافرهم يعني كخط مستقيم وفي حرب في حاجة تمنعك من كده. طيب امسك كده بقى، اركب الموتوسيكل زي ما بيقولوا انا او الدراجة البخارية او اركب السيارة ولف في نفس المدينة يعني نفس القرية، بس لف مسافة 35 كيلو، يبقى انت مسافر وتصوم يعني وتفطر اليوم ده. تخيل يعني. رجل أنت أخبر وافطر. وهذا من المتشددين من علمائنا، ولكن أنا أتكلم دول المتشددين من علمائهم. عن الأرجح أن من لم يستطيع الصوم فهناك حل، لأن البعض لا يستطيع الصوم ولا يستحمل الماء والغلق. شنو غلق؟ أي استغلاق الفم وفتحه يسمى غلق. فهذا كما جاء في الكابتشينو أنه كيف يصوم؟ يشرب ماء قليل بقدر الحاجة فقط. ويعتبر صائم. نعم، لأنها للحاجة. وهذا يعتبر صوم الحاجة. لاحظوا ان هو بيقول ايه الارجح عنده يعني الارجح عنده. ولاحظوا كمان يقول لك ايه اسمه صوم الحاجة، يعني انت مثلا عطشان حاجة تاخد حاجة بسيطة قوي يعني تبل ريقك يعني، مع ان الماء اذا مر الى الحلق يعني اذا مر خلاص يعني الحلق هذا الانسان يفطر تماما، لان اصلا حاجة يعني الانسان يعني يبعد عن هذه المسألة ولا يبالغ في المضمضة وهو بيتوضا، لا يبالغ في المضمضة لان ممكن ينزل ميه وكده يعني احترازا يعني. ده عندنا احنا طبعا عند النواصب مش عندهم هم. وإذا جاع وبدأت أكل الحاجة برست الحاجة. لا، هذا لا يسمى برست الحاجة، برست اللغاجة. نعم. بارك الله فيك وإياك إن شاء الله. هناك من يفطر بشيء من اللغاجات، وهذا يسمى برست لا عودة. فيما اتصال معنا اتصال. لا أريد اتصالات أنا. نعم، أرجوك رجاء خاص. وصلنا سؤال من أحد الأخوة أنه الأخوات تتحدث عن السمبوسة. هل هي جائزة أكلها في رمضان؟ محرم أكل السمبوسة في رمضان وفي غير رمضان. أنا عموما ما أعرفش إيه السمبوسة. لو في حد إخوة من اليمن يقول لنا يعني إيه السمبوسة، أو من السعودية أو من دول الخليج، يعني أنا ما أعرفش يعني إيه السمبوسة. إحنا عندنا بسبوسة كده يعني ما أعرفش والله. طبعا. لماذا؟ السبب أنها مثلثة، والمثلثة هذه تأتي على الثالوث الرهيب الذي واجه الإمام علي اللي هو أبو بكر وعمر وعثمان، فلا نريد أن ندخل في هذا المجال. هناك تتشنهد أفدي دينك. الثالوث الرهيب. هناك أيضا جاء في الأثر أن السمبوسة المثلثة تشبج البطن. شنو تشبج؟ أي ينتفخ البطن، ثم ماذا؟ ثم تفسبك. موضوع الحلقة. والله أنا لا أعرف السمبوسة يعني أنا ما أعرفش السمبوسة يعني. هنا من يتكلم عن السمبوسة لماذا نحرمها؟ أنا أقول أن السمبوسة المثلثة لماذا؟ لأنها المثلث. هل تعلم شيء عن مثلث برمودا؟ أسمع. هذه السمبوسة تعتبر مثل مثلث برمودا، وهي التي مسكن الشيطان فيها في مثلث برمودا وتختفي الطائرات. لماذا سمي برمودا؟ لأنه
والله نعم هناك حاجات كثيرة لا يعلمها الناس، ولكننا سنحاول أن نوضح للناس بعض الأمثلة. هناك في مثلث برمودا هناك أحد الأئمة سافر، فإذا به تمشي السفينة في بحر على لجج، وتنظر القلب من حر الهواجس، فكلما قال موج يستهي الشبكة يحدث القوم نور أنت ساكنه. على ماذا تبكي يا فلذج اللجج؟ فهذا مثلث برمودا عندما جاء سيدي إليه أحد الأئمة كاد أن يختفي، فماذا قال؟ ماذا؟ يا حسين يا حسين، فامتدت يد الحسين فإذا بها تصفع البحر صفعا، فيصطفع الرجل رفعا، فتمسكه اليد الثانية شمعا، وتمسكه يد الحسين وتفعل بها. ده نفس الفكرة ده، ونفس عند الصوفية، وخصوصا عند يعني مثلا رويت قصة عن أحمد البدوي اللي هو هذا الشيعي الرافضي. فأحمد البدوي هذا أيضا يروى عنه، يعني طبعا يقولوا عليه شيخ العرب وكده، وهو رافضي عبيدي يعني يقولون، وطبعا كذب، يعني هذا كذب، يعني إني أم الغلام، وكان قصة باختصار إنه هو مش عارف في مصر ولا في بلاد المغرب، في المغرب العربي، مد ايده وجاب الاسير ده كان مأسور في الحرب فجابه من العراق. خرافات يعني، هذا كلام يعني لا يقبله عقل ولا منطق على الاطلاق، يعني خرافات. نفس الموضوع كده. وترده الى اليابان انه من اليابان. نعم. ولو هو قال الحسين باللغه العربيه انه سابر على غير قال جوجمباج، يعني يا حسين. فهنا السمبوسة تعتبر من الحرام إلا إذا كانت مدورة أو متوازي الأضلاع. الآن المشكلة أنها مثلثة. نعم، إذا كانت متوازي الأضلاع فهي جائزة. أخذت سمبوسة التي هي شبه على شكل شبه منحرف أو نجمة كلنا. هناك انحراف فكري وهناك انحراف شهري وهناك شيء يعني في السمبوسة انحراف نعم، الشهري والزمني، وانحراف وقتي. نعم. في السمبوسة انحراف أخلاقي. نعم. وأنا أعتقد أنها جائزة لأهل البيت. الطرمبة أيضا غير جائزة. الطرمبة ولا؟ نعم لا يجوز. أنا أحب الطرمبة. لا يجوز. أحبها. لا يجوز. اختم يا أخي، تعبت. أشتي صوم. هل تصوم الحاجة؟ صوم الحاجة. تأكل تشرب. قد يسأل البعض هل الدخان؟ نعم. هل هذا السؤال وارد؟ نعم، الدخان كنت سآتي إليه. نعم. هل يجوز في رمضان؟ يقول العامة أنه لا يجوز، ولكن سيدي طب هو بيسألك انت اللي بيسأل العامة، ولا العوام ينفع يفتوا؟ يقول العوام انه لا يجوز، لكن سيده يقول انه يجوز. شوف كده يقول يا سيده. يعني يدخن، ولكن ليس أمام العامة حتى لا يفتتنوا في دينهم. سرا. سيده كان يدخن وكان يتحشش. قدس الله سره. قدس الله سره في الجنة. نعم. كان يحشش ويشرب دخان وهو صائم. نعم. فلا ضير في ذلك، ولكن تحشش أنت. بتشوف الرياء. هذا يعتبر من تمام الصيام. هل لدي الآن موجود؟ أنت لك لا ما نختم مولاي. اختم. بارك الله فيك مولاي. اختم انا وانت تبكي. نصل الى حلقتنا الاخيره.
وهي الصوم في برنامج هجيج وقماء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا نحن بنختم الحلقة دي، واللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.